اضطر لامين يامال النجم الأبرز لكل من برشلونة والمنتخب الإسباني إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول خلال فوز الفريق الكتالوني على سيلتا فيجو 1-0 اليوم الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا. وتعرض يامال لإصابة أثناء تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها هدف المباراة الوحيد. وتشير المعلومات الأولية إلى إصابة في العضلات الخلفية للفخذ اليسرى بحسب صحيفة سبورت الكتالونية. وأضافت الصحيفة: في انتظار خضوع اللاعب للفحوصات الطبية وتأكيد النادي لمدى الإصابة، فإن الصور التي تظهر يامال وهو يغادر الملعب قد أثارت كل أنواع القلق. وتضع هذه الإصابة حسب ما بدا حتى الآن اللاعب الإسباني الشاب أمام 3 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول: إذا كانت الإصابة عبارة عن شد عضلي أو تمدد في عضلة الفخذ الخلفية. السيناريو الأكثر تفاؤلاً: فإن لامين يامال سيكون خارج الملاعب لمدة تتراوح بين 2 و3 أسابيع، ولن يكون متاحاً لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 10 من مايو المقبل، لكنه قد ينهي الموسم مع البارسا. السيناريو الثاني: إذا كانت الإصابة عبارة عن تمزق جزئي، فإن الوقت المتوقع للتعافي سيرتفع إلى ما بين 3 و8 أسابيع. وفي هذا السيناريو الافتراضي لن يعود يامال للعب مع برشلونة فيما تبقى من الموسم، وقد يصل الأمر إلى غيابه عن كأس العالم. السيناريو الثالث: أسوأ سيناريو ممكن هو التمزق الكامل للعضلة، وهو ما سيجبر لامين يامال على الخضوع لعملية جراحية، وفي هذه الحالة سيمتد وقت الغياب إلى عدة أشهر، وقد يصل في أكثر التوقعات تشاؤما إلى 6 أشهر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد الأخبار.